بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي. حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. النهاردة يا جماعة الصوت رايح خالص، البرد عامل عمايله. كشفت مرتين ومفيش فايدة برضه. باخد الضحية وتوسيع للرئة ده وكحة وكده، بس الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. فاستحملوا الصوت بقى معلش. النهارده جمعة مباركة عليكم يا رب. هنعمل اللحمة اللي انتوا شايفينها الجميلة دي. هتكلم على قد ما اقدر لاني تعبانة والله، بس ما المفروض انزل فيديوهات عشان خاطر معلش. استحملوا الصوت. طبعا المية بتاعتنا زي ما انتوا عارفين بنغليها مليئة الغليان زي ما انتوا شايفين. بنسقط اللحمة بتاعتنا فيها. بعد كده نسيبها تغلي بقى، بنغطي عليها ونسيبها تغلي تاني. ماشي. عشان تربي الريمة اللي احنا بنشيلها ديت، الريمة دي لازم تشيل يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لسه بنسقط اللحمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، عشان خاطر يعني انا موطيه البوتاجاز عليه. شفتوا حتى الجبنه اللي بتعمل الشوربه دي بصراحه بتخلي الشوربه حلوه العظميه دي. دي الريمه هي مش مجمعه كتير الصراحه، لان اللحمه طازه. لو متفرزه ساعات بتعمل ريمه كتير. هنشيلها لحد ما شاء الله ما الشوربه تروق، تبقى صافيه كده وجميله. الظاهر حتى انا ما صورتهاش وانا بحط لها الورق اللوري والملح والكلام ده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خلاص يا حبايبي بنشيلها لحد ما شاء الله ما تنضف، تبقى صافيه خالص كده رايقه. ده عشان ما تخليش الشوربه تبقى لها ريحه كده زفاره او حاجه، عشان ده دم يا حبايبي متجمع. معلش الصوت صعب جدا، مش قادره والله اطلعه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خلاص يعني رقت لحد ما زي ما انتم شايفين كده. بعد كده نغطي على بقى ونعمل ايه بقى؟ هنعمل صينية بطاطس جميلة ما شاء الله. هتشوفوها معايا دلوقتي. انا بعملها ني في ني زي ما انتم شايفين كده. انا اسف على الصوت معلش. البصلة دبلناها مع البهارات كده يعني ما شاء الله عشان تدي، او البصلة حتى تدبل شوية تتكرمل شوية. وبعد كده بنزل بالبطاطس او البهارات عادي، وبسيبها على النار ثواني كده بتاع 10 دقايق. وبعد كده انزل عليها بالطماطم الحمرا الجميلة اللي انتم شايفينها دي. خلاص. النهارده حتى عامله صينيه صغيره لان انا اليومين دول عامله سوايل وحاجات زي كده، فمش عاملينهم على قدهم صينيه صغيره كده. هي بنتي اللي طبخه الصراحه لان انا تعبانه زي ما انتوا عارفين. ما شاء الله صينيه بطاطس جميله هتحطها تتحمر في الفرن طبعا. وده الغدا بتاعنا النهارده. يا رب الغدا بتاعنا يليق بيكم النهارده بقى عند حسن ظنكم. لو وصلتوا مع المقطع ده حط لكم كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديوهات دي، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي لسه ما اشتركش في القناه بتاعتنا الجميله دي يا ريت يشترك. دايما اشتراككم بيسعدنا وبيفرح. لازم يا حبايبي تتفاعلوا مع الفيديوهات عشان خاطر يتحسب له مشاهدات. بالله عليك وانا تعبانه وبرضه رغم كده طالعه عشان خاطر القناه بس. عشان خاطري اتفاعلوا مع القناه عشان خاطر يتحسب لي في يتحسب له مشاهدات. معلش انا اسفه على الصوت لو في ازعاج والله. معلش انا اسفه. وتنسونا في اللايكات الجميله والكومنتات الحلوه. مع السلامه.